إيه الأخبار؟ يلا هاتي مشروبك المفضل. النهاردة حلقة جديدة من قعدة بنات. لو حاسة انك زهقتي من شكل حياتك في الفترة الأخيرة، تعال أقولك ازاي تغيري حياتك 180 درجة. هنتكلم في 6 نقاط نعرف ازاي نغير بيهم حياتنا 180 درجة. رقم 1، خليني أقولك نصيحة قاسية شوية، وهي ان الفراغ هو عدوك الأول. اشغلي نفسك بأي حاجة، ما تخليش نفسك في وقت فراغ، ما تخليش نفسك فاضية. اشغلي نفسك في أي حاجة، بس اوعي تكوني قاعدة فاضية. الفراغ بيخليكي تركزي في ده عمل ايه، وده سوى ايه، وده اللي بيعملني كده، وده اللي بينظر لي كده، دي اللي بتبصلي مثلا كده، ليه مثلا ده عمل معايا كذا في الفترة الفلانية، طب ليه اتأخر عليا ده في الرد. وتقعدي تفتكري في حاجات في طفولتك كتيرة، وانتي ليه متصرفتيش بالتصرف ده، وكان لازم تتصرفي في الموقف الفلاني بالتصرف ده. وتقعدي تحاسبي نفسك على حاجات عملتيها من وانتي صغيرة وانتي طفلة بعقل واحدة بالغة دلوقتي، بعقل واحدة عاقلة. ازاي؟ طب ازاي يعني؟ طب والله ده ظلم. انتي بتحاسبي نفسك وانت طفلة. طب بالله ده يرضي مين؟ بعقلك دلوقتي يا ناقضة. طب ازاي انتي دلوقتي عاقلة بتحاسبي نفسك على وانتي طفلة؟ انتي اصلا لو كنتي مشغولة مش هتقعدي وتضايقي في نفسك، ومش هتفتكري حاجات من الماضي وعدت خلاص. لو انتي مشغولة وفي حاجات بتعمليها عمرك ما كنتي هتفكري التفكير ده، فلازم تشغلي نفسك في اي حاجة. المهم ما تقعديش فاضية، المهم ما تبقاش عندك وقت فراغ كبير. رقم 2، لازم تكتشفي هواياتك. انتي هواياتك ايه؟ لازم تكتشفيها، بعيدا عن الدراسة وبعيدا عن الشغل، بعيدا عن اي حاجة احنا بنعملها. لما بنعملها بنكون مضغوطين ومجبورين ان احنا مثلا نشتغل او ندرس، لكن انا عايزاكي تعملي حاجة انتي بتحبيها، انتي مختارة تقضي وقت فيها. انتي عايزة انا اقضي وقت في الحاجة دي، انا بحب اعملها، انا بستمتع وانا بعملها. يعني تخلي حاجة في يومك انتي بتعمليها علشان تفصلي دماغك. حتى لو انتي بتدوني، بترسمي او تلوني، في كتب تلوين جميلة الايام دي، جيبيها ولوني فيها، بتطلع الطاقة السلبية منك بطريقة جميلة. اي حاجة تخليكي تفصلي اعمليها. شوفي انتي هواياتك ايه وهتكون في ايه واعمليها واكتشفيها. لو انتي ما عندكيش هوايات اكتشفي، حطي نفسك في كذا حاجة وشوفي انتي بتحبي ايه. رقم 3، احنا كلنا عايزين نعرف ازاي نتغير بجد. كم مرة حطينا خطط وملتزمناش بيها؟ فعلشان كده عايزاكي تعرفي انك تستاهلي الاحسن. طيب ازاي اعرف اني استاهل الاحسن؟ في انك تقرري انك تكوني مبسوطة، وتشوفي ايه اللي بيبسطك فعلا وتعمليه. يعني انا لما اكون عارفة ايه اللي بيبسطني فعلا واعمله، بيحسسك انك انتي مرتاحة، بيحسسك انك انتي بتعملي الحاجة اللي انتي بتحبيها. اعملي مش اللي اهلي المفروض اللي عايزيني اعمله، مش اللي صحابي شايفين انه الصح اني اعمله، ولا اللي لازم اعمله علشان ارضي حد. لا لا، اعملي اللي بيبسطك انتي بجد. شوفي انك لما انتي بتشوفي انك تستاهلي الاحسن، انك بتعملي اللي انتي بيريحك. انك مثلا تصحي الصبح كل يوم وانتي عاملة خطة النهاردة هتعملي فيها ايه. اليوم مش هيعدي كده وخلاص. اصلا اليوم اللي بنصحى فيه واحنا مش عارفين هنعمل ايه، وتقعدي على الفون تسكرولي طول اليوم، اليوم ده بيكون ممل جدا، واكتر يوم بيكون مودنا فيه مش مظبوط، وما بنكونش حاسين ان احنا مبسوطين وجوانا طاقة سلبية. فاليوم اللي بنكون مخططين له وكاتبين تو دو ليست ليه، انك انت هتعملي 1 2 3، الحاجات دي بتحسنك، واخر اليوم بتحسي انك انت عملتي انجاز، حتى لو كان حاجة واحدة بس في يوم اللي نفذتيها، وبتكوني مبسوطة وبتكوني عايزة تكافئي نفسك على انك انت مثلا خلصتي التو دو ليست. بتكوني من اخر اليوم مبسوطة، انا عايزة اكافئ نفسي. فشفتي بقى اليوم اللي بتكوني مخططه له عن اليوم اللي بتكوني مش مخططه له، بتحسي بفرق. اليوم ده انا كنت زعلانه ومتضايقه ومخنوقه من غير اي سبب، اليوم ده انا مبسوطه وحاسه بانجاز وكمان عايزه اكافئ نفسي. انا اللي بقرر انا كنت عايزه بكره ان شاء الله مثلا اكون مبسوطه ولا لا. انتي فعلا
تستاهلي انك انت تقرري لحياتك عايزة تمشي ازاي. انت تستاهلي انك توصلي للي انت بتحلمي بيه، متنسيش الحتة دي. رقم 4، اننا نبعد عن كل العلاقات المؤذية في حياتنا، بين قوسين العلاقات التوكسيك. مفيش حد بيحب نفسه وشايف ان هو يستاهل الاحسن وهيكمل في علاقات مؤذية، وهيكمل مع ناس هو شايف انهم بيستنزفوا طاقته. فاكيد مفيش حد هيعمل كده. انتي لو بتمري بفترة انك انتي دلوقتي حابة نفسك وشايفة نفسك انها هي تستاهل، مش هتخليها تقعد مع ناس تستنزف كل طاقتها منها، مش هتخليها تقعد مع ناس مؤذية، ده بيسحب كل طاقتك. فانتي هتجيبي طاقة منين لنفسك لما انتي مضيعة كل طاقتك على الناس دي؟ نفسك تستاهل انك انتي تضيعي الطاقة دي عليها، نفسك اولى بيها، وتطوير ذاتك اولى بيها من انك انتي تهدريها مع ناس مؤذية، مع ناس سامة. فمتنسيش النقطة دي، ومتنسيش انك تراجعي حساباتك فيها وشوفي انت مين اللي بيستنزف طاقتك ومين اللي انت حاسة فعلا ان هو بيستنزف طاقتك ومش بتحسي مؤذي، بتحسي بعد ما بتخلصي القعدة معاه ده مؤذي، انا تعبت معاه. شوفي انت مين في حياتك عامل كده وحاولي تخففي قعدة معاه او تقطعي معاه اصلا. رقم 5، اهتمي بشكلك. اهتمي بشكلك كل يوم، اعملي روتين سكين كير وشوفي انتي محتاجة تعملي ايه في بشرتك، حتى لو الحاجات دي بسيطة. يعني انتي مثلا لو انتي عندك مرطب وصن بلوك وغسول بس كده كفاية، انتي مش محتاجة مليون حاجة عشان تبدأي سكين كير. البسي في البيت بيجامة كاملة، ما نلبسي يا بنات البلوزة من بيجامة والمنطلون من بيجامة تاني. انتي بنوتة وأنيقة، البسي البيجامة كاملة وحطي البادي سبلاش الخاص بيكي، وانتي قاعدة في البيت اقعدي وانتي مبسوطة ومرتاحة وحاسة انك انتي كيوت ونظيفة ومهندمة، اقعدي كده. ولما تنزلي من البيت انزلي على سنة 10، انتي انزلي في كامل اناقتك. مش بقولك انك لما تنزلي تحطي فول ميك اب، لا، بس بقولك انك تكوني هدومك نظيفة ومكوية ومجهزاها من امبارح، تكوني فعلا مهتمية بأدق التفاصيل في حياتك وبتكوني مهتمية بنفسك، ودي هتفرق معاكي. احنا بنات بنوتات بنحب الأناقة والدلع، فندلع نفسنا ونهتم بنفسنا ونحب نفسنا. رقم 6، ودي أهم حاجة فيهم، انك انتي لازم يكون عندك هدف واضح وصريح. انتي عايزة توصلي لهدف معين. عمري ما حد هيوصل لحاجة وهو مثلا سايب الحياة كده عادي ومش عارف هو عايز يوصل لإيه. فلازم تهتمي انك انتي تكوني عارفة عايزة ايه وعايزة توصلي لايه. اكتبي اهدافك وقسميها لاهداف صغيرة، علشان لما توصلي للهدف الكبير تحطي الاهداف الصغيرة دي واحدة واحدة هتوصلك للهدف الكبير اللي انتي حاطاه. التغيير يا بنات مش بيجي ابدا في يوم وليلة، ولكن بتبقى خطوة خطوة واحنا بنمشيها علشان نوصل لحلمنا. نسعى ان احنا نحقق احلامنا، ونسعى ان احنا نطور نفسنا ونطور ذاتنا، عشان احنا نستاهل الاحسن ونستاهل كل حاجة حلوة في الحياة. انتي يا بنوتة تستاهلي انك تكوني في مزاج رايق، تستاهلي انك تكوني بصحة، تستاهلي انك تكوني جميلة، تستاهلي انك تحبي نفسك. فاسعي انك انتي تحبي نفسك وتطوري ذاتك وتطوري في شخصيتك واستثمري في نفسك. ده احسن استثمار انتي ممكن تعمليه في ذاتك، وهتشكري عليه نفسك في المستقبل. وكده نكون انتهينا. ما تنسوش يا بنات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.